السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم طيبين؟ الحمد لله أنا طيبة. اليوم سوف أتكلم باللغة العربية واللغة الأورومية. هر إن شاء الله أفان عربات في أفان أورومو تنسن التاسعة. الموضوع بالنسبة لموضوع شو اسمه ما هو الشغالة أو كدامة. شغالة جتشون في كدامة جتشون مال جتشو كتي إن شاء الله عن دنداماتي سنيفن إبسا جتشورا. بعدهم ما يعرفوا معانا هكذا عشان أكثرهم ما يعرفون عربي. بالنسبة لإلي يوكاكيات جتشورا. الشغالة يمكن هجتو قندنا ما نمان جتشوني. الحمد لله يعني شوية يزعل حتى إنه ما تكمله نما نسكيف جتشونا، لأنه شوية اللي يزعل هو إيش اسمه. أنا عندي اسم، ليش يسموني باسم شغالة؟ هذا شوية اللي ضر. وانت مقع قبضو في مالف مقع قطعي كان نوامني كان جرو يجرو نماز قيم، ولكن هذا اسم أفضل. قارو مقعن كن الرجالة ده. تعرفوا ليش؟ مالي دا في بيكتني. الشغالة يعني 24 ساعة اللي تشتغل، دائما اللي تشتغل. طيب شغالة جتشو ساعتي تقدامي أفر كان هجتو جتشورة، سواء إشياء سواء إنسان أي شيء هذا يسموه شغالة. إذا هو ما يشتغل يعني خلاص وقف. المناماستي هي مئوت عداد الرئيستي هي فكنف أنا كجوالة أنا كايفون هي تلفزيون أي شيء شغالة جدا جتشورة. هذا الحمد لله. يعني أنت خلص فكروا زي كده، ما تزعلوا ولا تحزنوا ولا تزعلوا. طيب هن تقيمي نيسي أكسما هن هزني نيس. طيب لأنه هذا الحمد لله أفضل 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 كلام. يمكن بدون احترام إذا قالوا لكم يزعل، بس ما عليكم سيبوا. يعني احترام ملك زينا مانجرا نما أسكيم ملك بقى ديسا تكرر لنا جتشون. الشغالة جتشون أفضل الحمد لله. في بعضهم ما بيعرفون يشتغلوا كيسة نما كان بيكنا تجرا وانتف. أكتر شيء الرجالة نساء مكنما يعجزماني. الحمد لله عندي عافية. ربي خلاص أعطاني عافية. ربي نجي فيانا كني حتى أقدر أشتغل. طيب كمان ربي أعطاني إيش علم. ربي فيانا كني أكن هجة الدجاجة أكسمه بكم سنة كني أكوان بايرة هجته، لأنه بعدهم ما بيعرفون ولا يشتغلوا ولا يسووا أي شيء. عشان كده ما اسمهم شغالة. طيب هجتشو أنتن في شغالة جرمو إندن دامن جتشو ده. أنا كنو كن إسنيات جسينا سنين جتشو بربادي تناني عشان أنت تشتغلي شو تزين البيت منكن كيف رجتا، تزين نفسك منكن مية أو في الليل وفي السين برجتا يجودا. ترتيب البيت حتى منكن كله رتبتا عشان لما يجي زوجك من برا يشوفك أنت جميل. درس كان كي زي وجرا دفع مدقنا كان كي سلالو كان بريدنا كان كي سلالة جتورا. وكمان عندك تسوي الطبخ على كيفه يأكل من يدك. حتى نيات اللي هنقوتا في حركة كان كيتين كان قوتا نياتا جتورا
وما شاء الله، هذا كله من فضل الشغالة. طيب، وكمان على ترتيب البيت، يشوف من برا لما يجي ما أحلاها ترتيب البيت وما أحلاها ريحة طيبة. ليش؟ هذا كله من فضلك، من فضل الشغالة. وجيرك زيرفو مني ترتبي وقاهديقا كنندنو مالداني وانت أتي حجتو ديجي وانت بيكتو في جتشورة الناس يادسين. والثاني بالنسبة للاسم شو اسمه كدامة، بالنسبة للكدامة الحمد لله هذا كمان أفضل لما تكون عند أمك، لما تكون عند أبوك تخدميهم، تجيبي لهم أكل، تسوي لهم هذا وأشياء كثيرة تسوي لهم. ليش؟ عشان ما في أحد يسوي. بس لما كنت عند أحد لا تحزني، هذا ربي قدر نصيبك برا أو قدر رزقك من برا. طيب، عشان كده وين ما تكوني ربي يقدر إنك أنت تخدمي أحد، بدال ما تخادم أو بدال ما تخدم أمك وأبوك، هذا خلاص رحت تدور رزقك. يعني إيسا يو جراتي بك هذا كيتف أبا كنكي خادم تساني ربي رزقي كنكي وجيدا تفقودي وجيتي نما أكا خادم تسيتاتي سيجتشورا كوني رزقي ربيتي أنا كون اللي وانت نما ياجسو ميتي جتشورا أكن تقيمني وكان هي داين السر مايو. الحمد لله نحنا لازم نشوف اللي حوالينا نتي نما نودي جرو كان لالو جتشورا. في بعض الناس ما عندهم يشتغلوا، جالسين في بلدهم أو غير بلدهم، وين ما يكونوا خلاص ما عندهم. ليش؟ هذا من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنت عندك عافية الحمد لله، أشكري ربك. نما ديم يوكن ديم هجتشو هندن دنيا تجرا وانتف كن رزقي ربي دو كان وانت ربي نما فكني وانتف الحمد لله جني ربي كانك آما سجنو كان الحمد لله جني ربي كاني آما سجنو نبرباتي سيجورا. يعني هن هزنو ميك أتمتو أكال قدلو تأجرا وانتف. وثانيا حتى في ناس بدون سبب أو هم لسه الشباب مو تعبانين عادية يجلسون، طيب بس ما بيعرفون يشتغلوا. نما ميقاتما تجرا حتى أنا كالا قدلو هنتين اللي جتشورا نما فيا قبو ميقاتما تجرا بيا كينيا تستي بيا ألاتس بس هو جتشوان اندان دينيا تجرا. ليش؟ كون اللي ربي براي جتشورا اللي ما بيعرفون يشتغلوا السبب إيش؟ والله أعلم، بس بعدهم يستنون أو ينتظرون أحد يشتغل عندهم. وفي بعض الناس هذا من عند الله، لأنه ما يحاولوا نشتغل، ما يحاولوا أنا اللي بسوي، ما يبغوا. عرفتوا كنافو نتبمو إسان كيسا توكو تاو كينيان اتقامنا جتشور. عشان كده نحنا من بعد الناس هذه نعرف نشتغل، نعرف نسوي أي شيء الحمد لله. مشان هذا لازم نشكر ربنا، ربي أعطانا هذه. أنا الحمد لله ما أحزن، بس شوية أزعل. عشان إيش؟ بدون احترام إذا قالوا لك الشغالة أو كدامة هذا يزعل، بس لا تزعلوا لا تزعلوا، هذا أفضل. طيب، عشان كده أنا راح أقول لكم كونوا فخورة. كنافو كان سننجرو قمدا يو كنينمو الحمد لله جتني كانت قمدني جرات تنتع. طيب،
لأنه هذا اسمها الشغالة أو كدامة، هي كل شيء، والجمال الحمد لله، والنظافة الحمد لله، والترتيب الحمد لله. هي إذا خلاص راحت برة البلد، أو إذا هاجرت، أو برة البلد يعني إذا هاجرت أو إذا سافرت أي بلد عشان تشتغل، الحمد لله هي فخورة، أو جالسة في بيتها الحمد لله هي كمان فخورة. لأنه وين ما تكون هي خلاص توكلت على نفسها، كل شيء معها يمشي، ما تخاف ولا تحزن. مو مثل كل الناس يعني جالسين ما بيعرفون يسوون، أو راحوا يقولوا لا أنت كده وأنت كده. لا، الحمد لله على كل شيء هي حر. Ishiin eessallee yoo jiraatte akka barbaaddetti jiraachuu dandeessi jechuudha. Shagaala yookiin kaddaama kan jedhamtu tun jechuudha. Mana ishiittillee maashaallah akka barbaaddetti jiraatti, sidaatiidhaanis ta'e tartiibanii ganda namaattillee jechuudha. Wanta itti affartuun qabdu kalas akka barbaaddetti jiraatti. Subhaanallah, rabbiin nama akkasiirra nu gochuu keenyaaf gammachuudhaan galateeffannaa jechuudha rabbii keenya. بالنسبة للشغالة أو كدامة، هذا مو بس اللي مهاجرين أو اللي صافرين، بكل مكان بكل مكان. كمان أفضل شيء إيش اسمه، إنك أنت كدامة أو شغالة. لو كنت ست البيت كتير وراها مصيبة أو تعب أو ظلم، أشياء كثير. عشان كده اشكري ربك. سراتنيا يوكنين مو كدامة يوكن شغالة ستيتش. الحمد لله ربي كان كيكالتي فدو سنجرا بليتيتو مالي دافي هجتشيستو أصوتيتي نما ظلمو جرا مصيبة أرقوتو جرا وبايتو نما رقها جتشورا نمتكو بيكي وصون تاين هنما ظلمو وصون بيكنيس بيكس أن ظلمو تجرا جتشورا كنو كانت أورا إسا هجتشو كانت أورا الحمد لله طرورا مالي في نما ظلمتو. الكلام اللي راح أنا أقول أو اللي قلت هذا طبعا مو عشان شغالة وعشان شو اسمه ست البيت. أنا راح اللي أقول بس عشان أتكلم حقيقة. طيب وين ما يكون مشكلة الله أعلم، أنا لا أعرف، بس اللي أعرفه أن أتكلم حقيقة. طيب أنا دبين كان دبادو نمتكو في متي، أنا دبي كان دبادو أنا نمتكو في متي يجورا. ست البيت دافستي أو شغالة دافستي متي كان دبادو، بس حقيقة دا كان دبادو كنافو نمني هندو كان أكا بيكو قابو جتشورا بيكون سكيرا كان دبادي. يعني ما أبغى أظلم أحد ولا أقول كلام اللي ما يجوز، بس الحقيقة هذا والله أعلم بأمان الله.